يا هلا والله، ضروري جدا تعرف هذا الخيار اللي موجود في اي كلاود، عشان لو تقفل جهازك مستقبلا على حساب الاي كلاود او نسيت بيانات الاي كلاود الخاصة فيك، تقدر تسترجع الاي كلاود بالطريقة هذه. طيب، اول شيء تروح الاعدادات، بعدين تضغط على حسابك بالاي كلاود. بعدها راح تروح الى تسجيل الدخول والامن. وبعدها راح تنزل تحت، راح تلاقي هذا الخيار استرداد الحساب، نضغط عليه. طبعا هنا عندك طريقتين عشان تقدر تسترجع فيها حسابك إذا صار فيه أي مشكلة. أول شيء مفتاح الاسترداد، لو فعلت هذا الخيار بيعطيك كود، الكود هذا لازم انك تحفظه عندك، ولو صار أي مشكلة في حسابك بالاي كلاود بتقدر تسترجع حسابك من خلال الكود اللي مكون من 28 حرف. الشغلة الثانية اللي أنا كنت بشرحها اللي هي إضافة جهة اتصال استرداد. تضغط على هذا الخيار، بعدها يقول لك ضيف جهة اتصال تثق فيها، يعني مثلا رقمك الثاني، رقم الوالدة، رقم أي أحد تثق فيه، عشان لو صار شيء في الأي كلاود حقك تقدر تسترجع الحساب من خلال هذا الرقم. بعدها خلاص إضافة جهة اتصال استرداد، وبتحط رقم الشخص أو رقمك الثاني على سبيل المثال، وضروري جدا يكون شخص تثق فيه أو يكون رقمك الثاني. فبكذا خلاص عندك جهة اتصال استرداد لحسابك بالاي كلاود. لو صار في أي مشكلة تحط رقم الشخص هذا وبيجي كود، بعدها بتسترجع الاي كلاود الخاص فيك.